السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. بصوا بقى، احنا النهارده هنعمل بقى ايه؟ وصفة اختصرت لكم وصفة الحواوشي اسكندراني، من العجينة للخلطة لكل حاجة، وطريقة التسوية كمان. كل حاجة هشاركها معاكم طبعا. هتشوفوا معايا دلوقتي. انا عندي كيلو من الدقيق، تمام، نخلته. اهم حاجة انت تدخلي الدقيق لاي وصفة تعمليها. نخلته كويس جدا، حطيت عليه كده معلقه ملح صغيره، حطيت معلقتين من السكر، معلقه من الخميره، وابتديت بقى ان انا ايه اعجن فيه. عجنته بميه، ولا هتحطي بقى بيض ولا زبادي ولا معرفش ايه والكلام دوت. تمام. بس فالمهم ان انا عجنتها. اول ما اتعجنت معايا كده مسحت كده، حطيت مقدار معلقتين زيت في ايدي، وبدات بقى ان انا الم بيها العجينه، وعملت بقى الطبقه زي ما انتم شايفين كده وغطيتها. العجينه قد ايه طريه كده، هو ده اللي احنا محتاجينه، وتدي السيكه تلزيقه، يعني السيكه دي احنا محتاجينها عشان تطلع معاك العيش حلو. تمام. بس المهم بقى، بالنسبة بقى للخلطة بتاعة الحواوشي، أنا ما باجيبهاش جاهزة من برّه، أنا باجيب لحمة مفرومة وأنا باتبّلها في البيت. طب أنا هاقول لك أنا باعمل إيه. أنا باجيب اللحمة المفرومة، ده معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، حطيت عليه مقدار 3 بصلات كده كبار، ملّحته بقى ملح وفلفل وكمون وفلفل أسود وكزبرة وبابريكا وتوابل لحمة، خلطة كده يعني عاملاها من جوز الطيب والورق اللوري والحبهان وتوم باودر وبصل باودر وقرفة وإيه تاني وقرنفل. دول طحناهم مع بعض، باحط منهم أي حاجة زي كده مطحونة، يعني مش حبة، مطحونة. تمام. دي التوابل اللي أنا حطيتها، ما حطيتلهاش إيه أي حاجة تاني. اللحمة بتاعة الحواوشي ما ترجعهاش تاني للكبة وتضربيها زي الكفتة، لا اعمليها بإيدك أو قلبيها بمعلقة. عايزينها خشنة مش عايزينها ناعمة. تمام. خلصت بقى اللحمه، ركنتها على جنب. كانت اصلا يعني انا بدات اشتغل في اللحمه لما انا عرفت ان العجينه بتاعتي اختمرت وخلصت. تمام. اختمرت اهي، هبطت الاختمار، لميتها وبدات بقى ان انا اقرصها كور كده. الكوره دي اللي هي تبقى رغيف العيش بتاعي. تمام. هيبقى معاكي شكلين، يا اما هتعملي رغيف مدور عادي، بس ايه يعني هتقسمي الكوره دي لاتنين، هتفرديه الاتنين زي بعض، وتحطي عجينه من تحت، وتحطي اللحمه من فوق تفرديها، وترجعي تحطي الطبقه التانية وتقفلي عليها كويس، وبعد كده تسويها. او تعملي الشكل ده وتبقى الكوره عجينه واحده، تفرديها كبيره وتقسميها بالنص كده، اللي هو يبقى نص رغيف. فانا عملت الشكلين عشان كنت عايزه احط شطه وعشان اولادي، فعملت اللي هو النص ده لاولادي، بحيث ان انا لو قسمت كل واحد الرغيف نصين كده، يقدر ان هو يمسكه وياكل منه. تمام تمام. المهم بقى، عملت الشكل دوت، بقيت ان انا افرد واحط اللحمه، وارجع ان انا اقفل عليه كويس جدا عشان ما يتفتحش معاكي، على جريل او على صاج زي كده على النار. وحطي زيت على ماده دهنيه، وابداي ان انت قلبيهم كده على النار يسيحوا، وابداي بقى ايه قلبيه من الجنب ده للجنب ده، هيطلع معاكي احلى يعني حواوشي اسكندراني. بصي العيش يعني مستوي من جوه وجميل، واللحمه فيه طعمها حلو. دي وصفه النهارده، يا رب تنال اعجابكم. باي باي.